مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن وضع نقدر نقول استثنائي حصل في اسكندرية. المصادر اللي معانا بتتكلم عن ظاهرتين طبيعيتين حصلوا ورا بعض: زلزال الأول وبعده بكام يوم عاصفة قوية جدا. هنحاول نفهم إيه اللي حصل بالظبط. أهلا بيكي. هو فعلا الوضع كان ملفت للنظر هناك. القصة بدأت من حوالي 10 أيام كده. زلزال مركزه كان في شرق البحر المتوسط، قريب من جزيرة كريت. أيوة مظبوط. سكان كتير هنا في مصر حسوا بيه، مش بس اسكندرية، لأ، دي وصلت للقاهرة ومحافظات تانية كمان. الهزة كانت محسوسة وعملت قلق شوية. صحيح، بس الحمد لله يعني نقدر نقول عدت على خير. المصادر كلها تقريبا أكدت إن مفيش أضرار كبيرة حصلت من الزلزال نفسه. تمام. بس الناس في اسكندرية يا دوبك لسه بتستوعب موضوع الزلزال ده. فجأة من كام ساعة بس لقت نفسها في وش عاصفة تانية خالص، عنيفة جدا. بالظبط كده. هو ده بقى اللي قلب الدنيا هناك. الزلزال كان حدث وعدى، لكن العاصفة دي كانت مفاجأة بكل المقاييس. ولما بنقول عاصفة، احنا مش بنتكلم عن شوية مطر صيف عاديين لا، المصادر بتتكلم عن رياح شديدة قوي. وكميات مطر الناس بتقول غير طبيعية. أيوة. والأغرب بقى وده اللي وقف ناس كتير، هو حبات البرد الكبيرة دي حاجة نادرة جدا تحصل في اسكندرية، وبالذات في الصيف يعني. تماما. اللي بيدي العاصفة دي طابع استثنائي هو شكلها وشدتها. بعض الناس وصفتها إنها شبه الأعاصير الصغيرة، أو العواصف اللي بيسموها فائقة الخلايا. وده نادر جدا عندنا هنا على ساحل مصر الشمالي، خصوصا في الصيف. الجو المفروض بيكون أهدى من كده بكتير. فعلا؟ أيوة. في كلام إن دي ممكن تكون أقوى عاصفة صيفية بالمنظر ده تضرب اسكندرية يمكن من عشرات السنين. يا خبر. والصور والفيديوهات اللي شفناها كانت بتوضح قد إيه الموضوع كان صعب. شوارع غرقت خالص، بقت عاملة زي البرك، فروع شجر متكسرة في مناطق كتير. للأسف وحتى في تقارير عن أضرار في بيوت ومحلات، والمثال الأوضح كان نفق سيدي بشر، غرق تماما. قالوا بسبب البرد اللي تراكم وسد البلعات. كان منظر صعب بصراحة. طبعا الوضع ده خلى السلطات هناك تعلن حالة، نقدر نقول استنفار كامل. المحافظة رفعت درجة الاستعداد لأقصى درجة. كل الأجهزة بقى، حماية مدنية، صرف صحي، كهرباء، كله كان جاهز. والمحافظ بنفسه كان بيتابع الموضوع، ونشروا أرقام طوارئ للناس عشان لو حد محتاج حاجة. طيب، نيجي بقى للسؤال اللي شغل ناس كتير قوي، خصوصا على السوشيال ميديا وكده. الحدثين دول ورا بعض، الزلزال وبعده بكام يوم العاصفة العنيفة دي، طبيعي الناس تسأل، هل في علاقة؟ هل مثلا الزلزال ده هو اللي حفز أو سبب العاصفة دي؟ بص، دي نقطة جوهرية جدا ولازم نكون واضحين فيها قوي. الإجابة العلمية المباشرة لا، مفيش أي علاقة سببية مثبتة علميا بتربط بين الزلازل وبين العواصف الرعدية أو أي ظواهر جوية عنيفة. الآليات مختلفة تماما. يعني إزاي؟ ممكن توضيح أكثر؟ الزلزال ده نتيجة حركة في طبقات الأرض، في القشرة الأرضية نفسها. إنما العواصف دي بتتكون فوق في الغلاف الجوي نتيجة عوامل تانية خالص: حرارة، رطوبة، ضغط جوي، حاجات زي كده. فكونهم حصلوا ورا بعض ده مجرد صدفة زمنية، ملوش أي معنى علمي من ناحية السبب والنتيجة. فهمت. هو طبعا التزاون ده اللي بيخلي الناس تفكر في رابط منطقي يعني. طبيعي جدا. بس مهم نفصل بين التزامن وبين السببية العلمية. وفي نقطة تانية برضو ظهرت في الكلام: موضوع العواصف الشمسية أو المغناطيسية. أيوة سمعت عنها، بيقولوا في نشاط شمسي عالي اليومين دول. فعلا، هو في نشاط شمسي ملحوظ الفترة دي. والعواصف دي اللي هي اضطرابات في مجال الشمس المغناطيسي، ممكن تأثر على الأرض، تأثر على مجالنا المغناطيسي والغلاف الجوي العالي. السؤال بقى، هل التأثير ده ممكن يوصل لطبقات الجو اللي تحت ويسبب عواصف زي اللي شفناها في اسكندرية؟ طيب والإجابة هنا إيه؟ في دليل على كده؟ بصراحة لا، لسه مفيش إجابة قاطعة ومؤكدة علمياً. الموضوع ده لسه مجال بحث. في علماء بيقولوا ممكن، وفي آليات معقدة مقترحة، بس مفيش دليل مباشر وقوي يثبت إن العاصفة الشمسية دي هي السبب المباشر في عاصفة اسكندرية. في اعتبارها سبب مباشر ده يعتبر تخمين مش أكتر في الوقت الحالي. يبقى الاحتمال العلمي الأقرب هو إنهم ظاهرتين منفصلتين تماما، كل واحدة ليها سببها، وبالصدفة حصلوا قريبين من بعض في الوقت. بالظبط كده، ده التفسير الأكثر منطقية علمياً حتى الآن. طيب وبالنسبة للعاصفة نفسها، آخر الأخبار إيه؟ هل متوقع تستمر؟
حسب آخر تحديثات من الأرصاد يعني متوقع إن حالة عدم الاستقرار دي ممكن تفضل موجودة على اسكندرية والسواحل الشمالية لحد بكرة السبت. ممكن قوتها تخف وتزيد على فترات، فالناس لازم تفضل واخدة حذرها وتتابع التحذيرات الرسمية. يعني لو حبينا نلخص الموقف كله بناء على المصادر المتاحة، اسكندرية شافت حدثين ورا بعض. الأول كان زلزال متوسط الحمد لله ما فيهوش أضرار كبيرة. التاني بعده بأيام كان عاصفة صيفية عنيفة ونادرة جدا في قوتها، وسببت مشاكل وأضرار محلية بسبب المطر والرياح والبرد. والأهم إنه علميا مفيش أي دليل بيربط بين الاتنين دول. أما بقى حكاية العواصف الشمسية فدي لسه قيد البحث ومش سبب مؤكد. بيخليني أفكر في نقطة تانية أعمق شوية. في الزمن اللي احنا فيه ده، المعلومات والأحداث بتجري بسرعة رهيبة وبتوصلنا من كل حتة. إزاي بقى نقدر يعني نميز بوعي بين إن حاجتين حصلوا ورا بعض بالصدفة اللي هو التزامن العادي ده، وبين إن في علاقة سببية حقيقية بينهم، علاقة ليها أساس علمي ومنطقي؟ التفكير في الفرق ده بقى مهم قوي عشان نفهم اللي بيحصل حوالينا صح. دي نقطة فعلا تستحق إننا نقف عندها ونفكر فيها.